دائما يتكرر ما الفرق بين الفجر والصبح؟ دائما أقول لكم حينما يؤذن الآذان اللي فيه الصلاة خير من النوم، هذاك وقت الصبح. في هذا الأذان مباشرة يصلي الإنسان ركعتي الفجر التي هي النافلة، يصليها بالفاتحة وسورة الكافرون في الركعة الأولى، والفاتحة وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. هذه النافلة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وبعدها يصلي صلاة الصبح التي هي إن شاء الله تبارك وتعالى فريضة. صلاة الصبح يقول تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، ويشير إلى هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن صلاة الصبح، من صلى صلاة الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. إذا فالفرق هو أن الفجر نافلة، وأن الصبح إن شاء الله هو الفريضة، ويصليان عند الآذان. إذا صليت إن شاء الله الفجر في بيتك وذهبت إلى المسجد، لا تصلي تحية المسجد، فإن الآذان حينما يؤذن لا تصلي إلا الفجر والصبح.